مصطفى الرجل الخارق ابن قرية الشقر بمركز الفشل الذي يجر الموتوسيكلات الدراجات البخارية بذراعيه يكسر الحجارة على ظهره، فله عدة مواهب. مصطفى ابن قرية الشقر التابعة لمركز الفشل جنوب محافظة بني سويف. قدام حضراتكم استعراض لقوى مصطفى الرجل الخارق ابن مركز الفشل، له بعض القوى الخارقة. مصطفى ابن 44 عاما زي ما حضراتكم شايفين يجر دراجات البخارية بذراعيه. بدأت الدراجات البخارية في البداية وبدأت الأهالي في قرية الشقر يتجمعون حول الرجل الخارق مصطفى ابن قرية الشقر. زي ما حضراتكم شايفين مصطفى يتحضر لاستعراض لمركز الفشل في قرية الشقر. استعراض له عبارة زي ما حضراتكم شايفين بيجر الدراجات البخارية والموتوسيكلات بذراعيه ويكسر الحجارة على ظهره. أهالي قرية الشقر يتجمعون لمشاهدة العرض في القرية الذي يقدمه مصطفى الرجل الخارق ابن مركز الفشل. زي ما حضراتكم شايفين هيبدأ مصطفى في الاستعداد لعمل عرض لأهالي قرية الشقر بمركز الفشل. زي ما حضراتكم شايفين أعزائي المتابعين والمشاهدين في قرية الشقر، مصطفى يستعد لتقديم عرض لأهالي قرية الشقر أطلقوا عليه الرجل الخارق ابن قرية الشقر. مصطفى يستعد يجر بذراعيه دراجتين بخاريتين لمركز الفشل. يبدأ مصطفى في تقديم عرضه لأهالي. زي ما حضراتكم شايفين مصطفى يقدم عرض أهالي بما يقدمه ابن قرية زمن الراجل أطلقوا عليه الرجل الخارق عروض متميزة من مصطفى ابن قرية الشقر بمركز الفشل جنوب محافظة بني سويف. زي ما حضراتكم شايفين ومتابعين معانا مصطفى عرض بيجر الدراجات البخارية بذراعيه زي ما حضراتكم شايفين. الناس المشاهدين المتابعين ايه القوات الخارقه عندك اللي بتقدمها تاني غير جر الدراجات البخاريه بذراعيه؟ باذن ربنا الموتوسيكلات هيبقى 4 موتوسيكلات وبعد كده في عدد معين لما في دماغي انا هقول لحضرتك دلوقتي. طيب ان شاء الله يكون 10 موتوسيكلات هم شغالين. وايه تاني اللي تقدر تتميز بيه تقدر تعمله يا مصطفى؟ باذن ربنا بعد كده هيبقى في معدات ثقيله زي كده واكتر من كده كمان. بتعمل ايه بقى؟ بتكسر حجاره على جسم. عايزين نشوف حاجه كده للساده المشاهدين هنا، ورينا حاجه كده للساده المشاهدين. الناس عايزه تشوف موضوع الحجاره ده وورينا بقى ازاي بنكسر حجاره. عايز 4 حجاره الاول للساده المشاهدين عايزين يشوفوا بتكسروا ازاي. انا بشيل على كده على ظهري زي ما حضراتكم شايفين اعزائي المشاهدين والمتابعين بيكسر حجاره على ظهره.
مصطفى ابن قرية الشكر بمركز الفاش. ورينا تاني بقى ايه تاني نقدمه للسادة المشاهدين والمتابعين يا مصطفى. الجديد عندك يا مصطفى؟ ان شاء الله الجديد يبقى في شد عربيات بعد كده، بس انا باخدها. انا بتكلم على دلوقتي تقدم لهم عرض ايه، او في حاجة تاني ممكن تعملها تاني غير تكسير حجارة؟ في حاجة قدامك توريها للسادة المشاهدين؟ هات الجاز هات الفحم. عايزين نشوف الازاز بقى ازاي الجزاز دلوقتي انا معظم بدوه كده بعمله بحط كوبايه ب20 ميه كده وباكله بالكوبايه بتاعته. عايزين نشوف كده، وري الساده المشاهدين اي حاجه من الحاجات اللي بتقدمها. مصطفى، اسمك مصطفى ايه؟ مصطفى كامل طلب حسن السيد. مصطفى، اكتشفت موهبتك دي والحاجات الخارقه اللي بتعملها الموهبه دي انا عندي ما اكتشفتهاش، لان عندي دي من يوم ما ربنا خلقني. لا بس انت اكتشفت انك ممكن تعمل الحاجات دي من امتى؟ انا الحاجات دي بعملها من زمان، بس يعني هي كان في الاكتمان بيني وبين ربنا بس سبحانه وتعالى. انا خوفا من الناس يعني تخاف مني وكده يعني. زي انت يعني بدات الموضوع ده بدأ معاك من سن كام سنه؟ لا الموضوع ده من عمري من يوم ربنا خلقني بقول لك، بس انا بدات في الحياه دي اكل الجزاز والنار من عمري 8 سنين. 8 سنين؟ من 8 سنوات وانت بتعمل؟ وانا بعمل الحاجات دي. مفيش اي حاجه اثرت فيك؟ مفيش حاجه اي حاجه خالص؟ مفيش حاجه طيب عايزين نشوف موضوع الازاز بقى، عشان الساده المشاهدين بيسالوا على موضوع الازاز والحاجات دي كده. واخوك ده ولا مين؟ اخوك برضه ليه برضه قوات خارقه برضه؟ وادي اخوه محمود برضه له قوه خارقه، بياكل المسامير وياكل برضه ازاز وحاجات صلبه زي ما حضراتكم شايفين. برضه نفس نفس الحاجات تاني زي مصطفى اخوه محمود برضه بيقوم بنفس الحاجات الخارقه اللي بيعملها مصطفى ومحمود في قريه الشكر بمدينه الفش. فين الازاز؟ ورينا كده يا مصطفى، يلا ورينا بقى اي حاجه من كده وعندنا محمود بياكل المسامير زي ما حضراتكم شايفين بياكل. وحد الله اهو بياكل. ورينا بتاكل ايه يا محمود؟ بياكل مسامير اهو محمود بياكل مسامير برضه اخو مصطفى. ايه طبق دي عشان شكل حظنا ليه زي ما حضراتكم شايفين محمود ومصطفى بيقوموا ببعض الاعمال الخارقه في مركز الفشل في قريه الشكر بمركز الفشل جنوب محافظه بني سويف زي ما حضراتكم شايفين اهو. بيعملوا ازازه اهو حاجات زجاج بيكسروه ويعملوه في ميه وياكلوه ويشربوه. محمود بياكل مسامير وازاز، ومصطفى زي ما حضراتكم شايفين برضو بيتناول الزجاج زي ما حضراتكم شايفين. مصطفى بيكسر الازاز ببقه وبياكله زي ما حضراتكم شايفين. اعزائي مشاهدي ومتابعي الموقع معانا موقع مصراوي. مصطفى رجل 40 ياكل الزجاج وياكل المسامير ويكسر الحجاره على ظهره والدراجات البخاريه يجرها بذراعيه. وفي فحم برضه. مواهب وقدرات لدى مصطفى كامل ابن قرية الشكر بمركز الفشل جنوب محافظة بني سويف. فحم بقى بتاع النار. فحم بتاع النار. بتاع النار. لا والله صدق اللي بتنزل مع مراته. مصطفى في حاجة تانية غير في فحم في فحم ازاي حضراتكم شايفين وتابعتوا اعزائي المشاهدين ومتابعي موقع مصراوي. مصطفى كامل ابن قرية الشكر بمركز الفشل جنوب محافظة بني سويف يمارس بعض الخارقة في مركز الفشل. بياكل الزجاج يكسر الحجارة على ظهره ويجر الدراجات البخارية بيديه وذراعيه. مصطفى الموهبة بدأت معاه من عمر 8 سنوات، استمر في ممارسة هذه الأعمال الخارقة زي ما حضراتكم شايفين أعزائي المتابعين.
الأهالي أصابوا بالذهول من ما يمارسه مصطفى ابن قرية الشكر من زجاج ومسامير، هو وشقيقه يكسرون الحجارة، يجرون الدراجات البخارية بذراعيهم، وكثير من المواهب يقدمها مصطفى كامل وشقيقه في قرية الشكر.